السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه. عيش نهار تسمع اخبار. مؤخرا صدقت الحكومه على التعديل الجديد ديال مدونات السير، واللي راه واحد التغييرات اللي كثيره، والاغلبيه فيكم غيسولوني امين شنو هو هذا التعديل الجديد اللي طرا على مدونات السير في المغرب. غنقول لك غير بقى معايا من الاول فيديو حتى الاخر ديالو، وغادي نشرح لك كلشي بالتفصيل الممل. ولكن قبل ما نديرو، فهاد التعديل الجديد كيشمل السيارات والدراجات الناريه من الحجم الكبير، وحتى الدراجات من الحجم الصغير. اكدوا على هذه النقطه ديال الدراجات الناريه من الحجم الصغير. اللي خصنا نعرفوا بان القانون المغربي في القديم اشنو كان كيقول: الا ارتكبتي واحد المخالفه فراه من حقك تاديها في البلاصه، ولكن الا ما كانش عندك باش تادي هذه المخالفه فكانوا كيحتفظوا لك بالبيرمي ديالك، وحتى كتادي ديك المخالفه وكتوصل برخصه السياقه ديالك. ولكن دابا تعديل جديد قال لك بانك الا ارتكبتي مخالفه وما عندكش باش تاديها فراه من حق الشرطي يقدر يحتفظ لك حتى بالبطاقه الرماديه اللي هي الكارت غريز. ولكن اهم تغيير وتعديل هو بالنسبه للدراجات الناريه من الحجم الصغير. فقال لك حتى الدراجه الناريه من الحجم الصغير الا ارتكبتي واحد المخالفه وما اديتيهاش فيمكن ليه يحتفظ بسند الملكيه اللي هي شهاده ديال الملكيه. ولكن كتبان لي انا شي حاجه اللي في مصلحه ديال صحاب الدراجات الناريه. غتقول لي امين علاش وكيفاش؟ غنقول لك بالنسبه لصحاب الدراجات الناريه في الاول، الا كنتي ارتكبتي واحد المخالفه ديال الخوذه ديال الكاسك ولا ما احترمتش شي اشاره مروريه، فيمكن لك تادي ديك الغرامه في البلاصه. ولكن لما كانش عندك باش تادي ديك الغرامه فكانوا كيهزوا الموطور ديالك كيديوه لك الفوريان. ولكن دابا ما بقاوش غيديو الموطور فوريان. الا ما اديتيش المخالفه فمن حق داك الشرطي يحتفظ لك بالبطاقه الرماديه ولا شهاده الملكيه بالنسبه لصحاب الدراجات الناريه بالحجم الصغير. ولكن الحكومه اكدت على واحد النقطه، قال لك اسيدي الا شدينا لك الكارت غريز ديال الطوموبيل ومشيتي خلصتي المخالفه ديالك فراه كنوعدوك بان في اقل من شهر غتوصل بالبطاقه الرماديه ديالك. ولكن شكون اللي غيضمن ليا بان ديك البطاقه الرماديه ديالي غتوصلني في اقل من شهر؟ هي الصراحه واحد الحاجه اللي مزيانه صحاب الدراجات الناريه باش ما يبقاش يمشي ليه موطورو الفوريان. ولكن بالنسبه ليا انا كسائق سياره فشي حاجه ما مزياناش ليا، لانني انا الا ارتكبت مخالفه فعلاش غتبقى محتفظ ليا بالبطاقه الرماديه؟ احتفظ برخصه السياقه ديالي. انا بغيت نخلص ديك المخالفه ديالي من الانترنت، من المنصه ديال المخالفات في المغرب. ها انا خلصت ديك المخالفه ديالي من الموقع ولا من المنصه ديال المخالفات في المغرب، فكيفاش غادي نتوصل بالبطاقه الرماديه ديالي؟ ولكن انا بالنسبه لي هذا التعديل علاش ما يكونش اتمام غير بالنسبه لصحاب الدراجات الناريه؟ لان دوك الناس ما عندهمش رخصه السياقه باش تشمل الاحتفاظ ديالها. علاش ما نديروش اتمام ديال هاد مدونات السير ونقولوا بان صحاب السيارات والدراجات الناريه من الحجم الكبير اللي كتوفر على رخصه السياقه وعندهم بيرمي فيمكن لنا نحتفظوا برخصه السياقه ديالهم، وبالنسبه للدراجات الناريه من الحجم الصغير نحتفظوا بسند الملكيه اللي هي شهاده الملكيه. ماشي نديروا واحد الاتمام وواحد التغيير وواحد التعديل وغيشمل واحد الناس اللي انا بالنسبه لي نفضل تشد ليا البيرمي ديالي، لانهم كنعرفوا الوقت والزمان اشنو جايبين. لان نقدر ديك كارت غريز انا محتاجها، ولا ديك كارت غريز ديال السياره ديال العمل ديالي، ولا ديك السياره ديال الاب ديالي ولا ديال الاخ ديالي ولا ديال الزوجه ديالي. ما يمكنش لي انا نبقى ندور بلا كارت غريز. دابا هذا هو الاشكال. الا بغينا نديروا واحد القانون ونوضعوه فضروري نديروا واحد الاتمام في المحل ديالو. فمن حقكم تحتفظوا بسند الملكيه ديال الدراجات، ولكن السياره راه عندها رخصه السياقه. احتفظ لي برخصه السياقه، ومني نمشي نادي المخالفه ديالي ديك الساعه نسترجع بيرمي. شنو بان لكم في هذا التعديل؟ واش هذا التعديل في مصلحه ديال المواطن ولا لا؟ واش انت متفق على هذا القرار ولا لا؟ صراحه ما كرهتكمش تشاركوا الراي ديالكم معايا، لان الراي ديالكم كيهمني اكثر ما كيهم دوك الناس. وتحياتي لكم، ما تنساش تخلي واحد جيم لهاد الفيديو.